حينما تأتيك الفكرة قوم واشرب كوباية شاي، ما تأجلش فكرتك تاني ولا تنسى تكتبها. قوم واشرب كوباية شاي أو قهوة ومخمخ واكتبها وابدأ في تنفيذها. ما تنساش اللي قبلنا قالوا اللي سبق أكل النبي، لكن للأسف أغلبنا بيفكر أنا مش جاهز، أنا مش مستعد، أنا ما عنديش إمكانيات. والله في إمكانيات، لأن أنت الإمكانيات، أنت المخ والعضلات. بس ابدأ بأي حاجة، المهم إن أنت تتحرك وتبدأ. مفكرش بقى هي أحلى حاجة ولا لأ، كمال لله وحده، المهم انك تبدا. عميل عندي قعد سنين كتير جدا علشان يبدا فكره معينه، ولما بدا يقول لي انت تديني كام من 10؟ قلت له انا اديك 9 من 10. قال لي ما الواحد ده راح فين؟ عجبت لك يا زمن. الفكره في انك بدات. لو انت ما بداتش واحد غيرك هيبدا نفس فكرتك وهيسبقك بخطوه او باتنين وبسنه او باتنين، وساعتها تقول ياه دي كانت فكرتي، ده انا كنت صاحب الفكره دي، ده انا الفكره دي كانت في دماغي من 4 سنين، من 5 سنين، من سنتين، من ايا يكن. هو بدا، وفي الاول بدا مش احسن حاجه وكان مستواه مش كويس. ساعتها هو ابتدى يكتشف الاخطاء وابتدى يتطور وياخد الاكسبيرينس اللازمه علشان يعالج الاخطاء دي. ساعتها خبرته زادت وسبقك بكتير جدا. انت لسه هتبدا دلوقتي، هتكتشف ان في حاجات كتير جدا هو سبقك فيها، اجراءات حكوميه، اوراق، تعامل مع عملاء، مشاكل في المنتج، مشاكل في الانتاج، مشاكل في التصنيع، مشاكل في التسويق. كل ده هو عداه وسبقك. فانت دلوقتي تبدا باقل الامكانيات جدا، اكتسب الخبره مع الوقت، وساعتها هتطور في الطريق. مفيش حد بيتولد بين يوم وليله 10 من 10، وحتى لو شغالين بقالنا سنين محدش بيوصل ل10 من 10، لان الكمال لله وحده. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج. لو حابب تعرف اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليكم.